السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو كده ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. النهاردة هعمل معاكم تورلي طاجن خضار بالفراخ. حلو جدا، هيعجبكم جدا. وهعمل رز واحدة وواحدة. تمام. هيطلع بالشكل ده. عايزة تعمليه في الطاجن، عايزة تعمليه في صينية. هو كده كده ما بياخدش وقت معانا، ما بياخدش مش بنوسخ حاجات كتير، مواعين كتير. كله بيتعمل في صينية واحدة بس. عايزة تدخليها الفرن زي ما هي ماشي، عايزة تخليها تغيري بقى وتحطي في الطاجن. انا زي ما انا عملت كده. برضو ماشي، مفيش مشكلة، حلوة جدا. بصوا كل حاجة مستوية، الفراخ مستوية والبطاطس مستوية والبسلة، الخضار كله مستوي معايا. يلا بينا وهنشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده جبت صينية حطيتها على النار. زي ما قلت لكم كل الوصفة هتتعمل في الصينية دي. مش هنوسخ ادوات كتير ولا هنستخدم ادوات كتير. هي الصينية دي، وانا في الاخر يعني دي بقى عادي براحتك، عايزة تغيري وتحطي في الطاجن مفيش مشكلة. عايزة تدخليها الفرن بالصينية كده برضو مفيش مشكلة. تمام. انا سبت الصينيه تسخن جدا وحطيت فيها قطعه سمنه كده حلوه. عايزه اقول لكم السمنه دي هي الماده الدهنيه اللي استخدمتها في كل الوصفه، يعني انا مش هحط ماده دهنيه تاني. فبحط حته سمنه حلوه كده. ما تنسوش بس تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش وتدعوا لي دعوه حلوه. تمام. هستنى بس السمنه تسيح ولازم تسخن جدا جدا جدا. عندي هنا الفراخ اللي معايا وراك، وانا فاصله يعني انا قاسمه الدبوس عن القطعه التانية دي. انا قاسماهم. طبعا هتستوي ايه اسرع يعني. تمام. غسلتهم كويس جدا جدا وصفيتهم. ولازم بقى اديهم صدمه. وعايزاها تاخد لون، عايزاها تاخد لون كويس جدا. هنا بعد ما السمنه سخنت قوي هنزل بكل الفراخ اللي عندي كده. تمام. لازم تاخد بقى لون كويس، هشوحها طبعا من على كل وش. هديها لون من هنا ومن هنا. الوصفة دي هتعجبكم جدا، لو عندك بقى اي خضار ممكن تحطيه. انا اللي كان عندي بسلة وجزر وبطاطس، ده اللي عملت بيه الوصفة دي. لو في كوسة ماشي عليهم برضو. فاصوليا خضرة برضو ماشي. انا عندي ايه عشان في ناس عندي ما بتحبش الكوسة ولا الفاصوليا الخضرة. فعملتها ايه ايه باللي موجود عندي واللي هما بياكلوه. لكن هي طبعا بالخضار المشكل بتبقى حلوة جدا يعني. تمام. هستنى بقى عليها تاخد تشويحة كده حلوة وتاخد لون. هحط من كل جنب، هحط ملح وفلفل اسود. طبعا من على الوش ده كده هحط شوية ملح وفلفل اسود، ولما تاخد لون واقلبها برضو على الوش التاني هحط ملح وفلفل اسود. هنا اهو شوية ملح. وهحط بقى فلفل اسود رشة كده برضو بسيطة. تمام. هسيبها بقى تاخد اللون، ولما تاخد لون هقلبها وبرضه هحط عليها ملح وفلفل اسود. هنا كنت بشوفها لقيتها لسه شوية. تمام كده بقى. هنا برضو هبتدي بقى اقلبها، هلاقيها اخدت اللون اهو. اللون ده كده حلو. تمام. هسيبها برضو تاخد لون من الجنب التاني، والجنب ده هحط عليه برضو شوية ملح وشوية فلفل اسود.
هي سهلة جدا وما خدتش مني اي وقت بصراحة، واستوت بسرعة برضو، ما خدتش وقت في السوا. هنا برضو رشيت عليها ملح وفلفل اسود، وهسيبها تاخد بقى ايه اللون، اللون زي الوش ده كده. هنا بقى جبت صينية، طبعا الوش التاني اخد لون. هطلع الفراخ بعد ما خلاص اخدت اللون اللي انا عايزاه. هطلع بقى كمية الفراخ اللي عندي. طبعا السمنة واللي نزل من الفراخ ده طبعا مش هرميه. هعمل ايه دلوقتي؟ مقطعة بصلاية صغيرة مكعبات كده. تمام، نزلت عليها وهشوحهم بس كده شوية. تمام، اول بس ما ريحة البصل تطلع هحط عليهم نص معلقة توم، توم مفروم. هنا بقى ايه، كان عندي بصلتين صغيرين، حطيتهم برضو بشوح فيهم مع بقية البصل. عايزة اقول لكم البصل ده طلع سكر بصراحة، حلو جدا جدا جدا. تمام، نص بقى معلقة توم كده مفروم، برضو هشوح فيها مع البصل كده. تمام، اول برضو ما ريحة الثوم تطلع هبتدي بقى ايه احط الخضار اللي عندي. اي خضار عندك ممكن تحطيه. انا حطيت النهاردة جزر وبسلة وبطاطس. تمام. هنا خلاص اهو البصل معايا كده بيتشوح مع الثوم. خلاص كده انا عندي بقى هنا ايه الجزر مقطعاه. هنا بقى كان البصل اتشوح بالثوم. خلاص اخدت بقى ايه عندي هنا الجزر حطيته، هديله برضو تشويحة مع البصل. تمام كده. كل حاجة هحطها من الخضار هشوحها الاول قبل ما انزل ايه باللي بعدها. تمام. خلاص كده الجزر كان اتشوح معايا، هنزل بالبسلة اللي عندي. برضو هشوح البسلة شوية قبل ما انزل بالبطاطس. زي ما قلتلك ممكن نحط اي خضار عندنا، اي كميات عندنا، اي التشكيلة اللي احنا عايزينها بنحطها. الطاجن ده بيبقى جميل جدا بالخضار وهو مشكل. برضو بشوح بالبسلة والجزر. تمام. بعد كده عندي بقى بطاطس، انا مقطعة ايه البطاطساية نصين، وبعد كده ايه حلقات يعني. تمام، يعني البطاطساية نصوص كده. طبعا التقطيعة بقى المناسبة اللي تحبيها تقطعيها يعني. تمام، خلاص برضو بعد ما شوحت دول هنزل بالبطاطس واديها برضو تشويحة شوية. هقلب بقى كله مع بعض. طبعا ريحته كانت تحفة. تمام، هنا بقى احط التوابل اللي انا عايزاها. هحط بس ملح وفلفل اسود وشوية بهارات. هو ده بس ايه اللي انا حطيته. طبعا الفراخ انا متبلاها بملح وفلفل اسود. تمام، هنا بقى الخضار بتبله. حطيت الملح وكده الفلفل الاسود، واحط شوية بهارات كمان.
خلاص هقلب بقى كله مع بعض. طبعا ده كله كده متشوح حلو معايا. هدي تقليبه كل الخضار كده مع بعض عشان التوابل. خلاص انا هنا بقى بضرب طماطم في الخلاط. هنا بقى بعد ما الخضار كده اتشوح معايا، هنا بقى هحط قطع الفراخ اللي انا مديها صدمة دي واخدت لون معايا، هحطها على وش الصينية. تمام، هرصصها بس كده زي ما قلتلك. عايزة تنقلي الكلام ده في طاجن او في صينية تانية اكبر مفيش مشكلة. انا بعد ما رصيت هنا وخلصتها وكنت هدخلها الفرن، قلت لا انقلها في الطاجن احسن. طبعا اللي نزل من الفراخ انا حطيته برضو على الصينية ورصصت الفراخ كده. طبعا طماطم بضربها في الخلاط. تمام، وهنزل بيها بقى ايه على الصينية والخضار بتاعي. كده يعتبر الاكلة معايا خلصت. هدخلها بس الفرن، هسيبها غلوتين الاول على النار وهدخلها الفرن. انا ما بغطيهاش، يعني انا ما بغطيش وشها بفويل وكده، لا هي كده كده بتستوي والفراخ بتاخد لون تاني وبتطلع تحفة. هنا بقى ايه بوسع للطماطم كده عشان تدخل تنزل كده للخضار من تحت. خلاص هسيبها بقى على النار تغلي شوية حلوين كده، وبعد كده هنقلها في الطاجن. أكلة معايا النهاردة سهل جدا، الغدا بتاعنا سهل جدا، وطبعا تغيير عن كل يوم بقى بنحتار في الأكل وكده. هي حلوة جدا وطعمها حلو قوي وعجبت الولاد. طبعا ايه سبتها خدت غلوتين ونقلتها في الطاجن اهو، وهدخلها الفرن. هعمل معاكم بقى رز واحدة وواحدة. حطيت شوية زيت في الحلة لحد ما سخنوا، وبعد كده ايه نزلت بنص كمية الرز اللي معايا. هقعد احمر فيه بقى لحد ما ياخد لون ذهبي كده حلو، وبعد كده هننزل بكمية الرز الباقية مع الملح، وهننزل عليهم بمية مغلية. طبعا الرز كلنا عارفينه ما بياخدش وقت ولا اي حاجة وسهل جدا. ده رز واحدة وواحدة زي ما بنعمل الرز بالشعرية كده، بس بدل ما بنحمر الشعرية بنحمر نص كمية الرز، وبعدين بننزل بالكمية الباقية. هنا اهو كان الرز اخد لون معايا اهو، مش عايزاه يغمق عن كده. هنزل بقى ببقية كمية الرز اللي معايا. طبعا مستنية تعليقاتكم الحلوة اللي بتسعدني، ومتنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. هنا خلاص نزلت بقية الرز اللي معايا. هنا حطيت بقى الملح بتاعي، بظبط له الملح. تمام، وهنا كنت مشغلة الغلاية على مية. هنزل بقى بالمية بعد ما تغلي كده، بس هقلبه بس كويس مع بعض. هقلب بقى كده مع بعض الرز كله. بس الرز شكله حلو جدا اهو. هنزل بقى بالمية هنا معايا، اديله المية بتاعته المظبوطة، وهغطي عليه. اول ما يغلي هقوم موطيه عليه النار وهسيبه هيستوي براحته. تمام، طبعا ده كله والطاجن في الفرن. طبعا برضو الطاجن ما قعدش كتير في الفرن،
خلص على طول. يا ريت الفيديو لو عجبك ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا الطاجن بعد ما طلعته اهو، والرز برضو استوى. شوفوا الطاجن شكله حلو جدا، والفراخ مستوية قوي، والخضار مستوي. جربي الطريقة دي وان شاء الله تعجبك. بصوا الفراخ طبعا مستوية اهي، والخضار. هنا انا بوريكم ان الفراخ استوت اهي. انا طبعا ماسكة التليفون بايد والشوكة بايد اهي. استوت وبقت حلوة جدا. جربي الطريقة دي وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.